خلال الأيام اللي فاتت العالم كله تقريبا كان عايش حالة من الترقب والخوف، سببها خبر عن فيروس جديد بدأ يظهر بشكل غامض وسريع اسمه هانتا. القصة في البداية كانت شبه أي خبر عادي، لكن مع كل ساعة كانت التفاصيل بتبقى أغرب وأخطر. كل حاجة بدأت على متن سفينة سياحية، مش أي سفينة، دي سفينة استكشافية فخمة جدا اسمها ام في هونديوس. السفينة كانت في عرض البحر والرحلة كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. ركاب من جنسيات مختلفة، رحلات نزول واستكشاف وصور وذكريات، لحد ما فجأة بدأ بعض الركاب يشتكوا من أعراض غريبة. في الأول الكل افتكرها حاجة بسيطة، شوية سخونية، إرهاق، تكسير في الجسم، يعني أقرب لدور برد عادي. بس خلال وقت قصير جدا الحالة بدأت تتدهور بشكل مرعب، ناس بدأت تقع وأعراض بقت أعنف، وفي حالات وفاة مفاجئة حصلت على السفينة. وهنا الموضوع خرج من كونه دور برد وبقى حاجة مقلقة جدا. الأخطر بقى إن في الوقت ده بعض الركاب كانوا بالفعل نزلوا من السفينة في محطات مختلفة واختلطوا بناس وسافروا على بلادهم من غير ما يعرفوا إنهم ممكن يكونوا حاملين لعدوى خطيرة. وفي نفس الوقت بدأت تظهر حالات إصابة في دول تانية بعيدة تماما عن مكان السفينة. وهنا السؤال اللي بدأ يتكرر، هل إحنا قدام بداية وباء جديد؟ أهلا بيكم في 5 جنان. عشان نفهم اللي بيحصل لازم نرجع لورا شوية. فيروس هانتا مش فيروس جديد تماما، بس اكتشافه نفسه كان قصة غريبة قوي. في الخمسينيات وقت الحرب الكورية كان في آلاف الجنود متمركزين جنب نهر اسمه هانتن، وفجأة مرض غامض بدأ يظهر ما بينهم. الجنود بدأوا يعانوا من حرارة عالية جدا ونزيف داخلي ومشاكل خطيرة في الكلى. أكتر من 3000 حالة اتسجلت، والأطباء وقتها كانوا في حالة حيرة تامة، مفيش تفسير ولا حتى سبب واضح. والمرض اتعرف وقتها باسم الحمى النزفية الكورية. اللغز فضل سنين طويلة لحد ما في سنة 1978 عالم كوري قدر يوصل للحقيقة. اكتشف إن السبب فيروس، والفيروس ده عايش جوه نوع معين من الفئران. والغريب إن الفيروس مش بيأذي الفئران تماما، لكن أول ما بيتنقل للإنسان بيبقى خطر جدا. طيب بيتنقل إزاي؟ مش زي الفيروسات اللي احنا متعودين عليها. الفكرة كلها في فضلات الفئران. لما الفار يسيب بول أو براز أو حتى لعاب، الحاجات دي لما بتنشف بتتحول لجزيئات صغيرة جدا بتطير في الهواء، ولو حد استنشقها الفيروس بيدخل جسمه من غير ما يحس. وده أكتر طريق شائع للعدوى. وفي طرق تانية بس أقل انتشارا، زي إن فار يعض إنسان، أو حد يلمس حاجة ملوثة وبعدين يقرب إيده من بقه أو مناخيره. الميزة الوحيدة في الفيروس ده إن أغلب أنواعه مش بتتنقل من إنسان لإنسان، يعني العدوى غالبا بتقف عند الشخص المصاب. لكن في نوع نادر وخطير جدا اسمه أندس، وده الوحيد تقريبا اللي قدر يتنقل بين البشر، وللأسف هو ده اللي تم رصده في واقعة السفينة. نرجع تاني للأحداث. السفينة كانت سفينة سياحية فخرة جدا، عدد الركاب فيها قليل نسبيا وغالبا من ناس مقتدرة. الرحلة بدأت من الأرجنتين وعادت على أماكن نادرة جدا بما فيها جزر ومناطق شبه مهجورة. وفي آخر الرحلة تقريبا راجل هولندي عنده 70 سنة بدأ يظهر عليه تعب شديد جدا، وبيعتقد إنه هو الحالة الأولى، وإنه التقط الفيروس أثناء استكشافه لأحد الأماكن. بعديها بأيام قليلة اتوفى. وفي الوقت ده الأطباء اعتبروا الوفاة طبيعية بسبب سنه وما خدوش الموضوع بجدية كافية. بس بعديها فترة قصيرة مراته سافرت، وأثناء الرحلة هي كمان بدأت تتعب بشكل مفاجئ. اضطروا ينزلوها في جنوب أفريقيا واتحجزت في مستشفى، بس للأسف ماتت بعد حوالي أسبوعين. ولما تم تحليل حالتها اتأكد إنها مصابة بفيروس هانتا. وهنا بقى بدأت الكارثة الحقيقية تظهر. مضيف الطيران اتعدت منها، وراكب فرنسي ظهرت عليه الأعراض، وناس كتير كانوا اختلطوا بيهم. وفي نفس الوقت عدد من ركاب السفينة كانوا نزلوا في محطة رئيسية وسافروا لأكتر من 10 دول مختلفة، وكلهم ممكن يكونوا حاملين للفيروس من غير ما يعرفوا. المشكلة الأكبر إن فترة حضانة الفيروس ممكن توصل لشهر أو أكتر، يعني الشخص ممكن يكون مصاب وما يظهرش عليه أي أعراض تماما. ومن هنا بدأ سباق مع الزمن. منظمة الصحة العالمية بدأت تتبع الركاب وتتواصل مع الدول ويعزلوا حالات ويحاولوا يحتووا الموقف. وفي نفس الوقت بدأت تقارير تظهر عن حالات تانية في دول زي تشيلي والأرجنتين، وده زود القلق أكتر. هل دي نفس السلالة ولا في انتشار أوسع للفيروس؟ رغم كل القلق ده في نقطة مهمة مطمئنة شوية. فيروس هاندا مش سريع الانتشار زي كورونا، وحتى النوع اللي بينتقل بين البشر محتاج احتكاك مباشر وقوي لفترة، مش مجرد وجودك جنب أي حد وخلاص.
وعشان كده احتمالية إنه يتحول لوباء عالمي لسه ضعيفة جدا بإذن الله. لكن القصة كلها بتفكرنا إن فيروس صغير جدا ممكن يبدأ من حيوان ويعمل تأثير ضخم على العالم كله. ولو وصلت لحد هنا اعمل لي سبسكرايب ولايك واستنوا حلقات أقوى.